عاجل: اجتماع طارئ من حكومة عزيزة خنوش بعد تعليق احتجاجات جيل زد. تفاصيل إخبارية جديدة عاجلة طارئة وردتنا قبل قليل، لنتعرف عنها أو عن تفاصيلها الآن. قبل ما نبدأ وللتعريف بما معكم دائما أنا على أخبار عاجلة ماروك. والآن بعجالة إلى التفاصيل. في جديد التفاصيل الإخبارية التي وردتنا قبل لحظات قليلة من الآن، فبعد ما تم الإعلان عن تعليق احتجاجات جيل زد، خرج هذا القرار الجديد. من المرتقب أن يعقد رئيس الحكومة عزيزة خنوش اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء لبحث سبل التعامل مع استمرار احتجاجات جيل زد. أوضح أيضا مصطفى بيتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن الاجتماع هذا غادي يركز على تسريع تنفيذ عدد من المبادرات واللي كتهدف إلى تقديم حلول للشباب المحتجين، وتقديم حلول هاد الشباب ولا تقديم أو استجابة المطالب هاد الشباب. في المقابل أعلنت حركة جيل زد يوم الثلاثاء أي يوم أمس 7 أكتوبر 2025 عن تعليق مؤقت لأنشطتها الاحتجاجية، مع تحديد موعد استئنافها يوم الخميس المقبل، بناء على توافق أغلب المشاركين في هذه الاحتجاجات. في نظركم شنو غادي يكون في هذا الاجتماع اللي غادي يكون اليوم، وشنو هما الحلول أو شنو هما المشاكل اللي غادي يتم حلها اليوم في هذا الاجتماع اللي غادي يكون بشكل طارئ وكاستجابة لتعليق جلسات الاحتجاجات ديالها؟ عموما شكرا لكم متابعينا الكرام على طيب الاستماع. قبل ما تخرجوا من الفيديو ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك معي باش دائما تتوصلوا بكل جديد الاخبار المغربيه. دمتم سالمين، تلقاو باذن الله في فيديو جديد مع خبر جديد. دمتم سالمين، الى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.